يعني أنا تعلمت أن كل العواطف الخاصة لا تذاع على الناس، عندها مكانها، هكا تعلمت. ولكن تربينا أنه ما نظهروش عواطفنا حتى كيف نقبلوا ولا غيره، بعيد عن مرأى الناس، لأن نعتبر هذاك أكثر قوة وأكثر تأثير في النفس، أن يستأثر بها وتستأثر به، حاجة خاصة به. هذا التفكير اللي كان موجود قبل. والقانون هذا اللي يعاقب من أجل البوس فصل 226 المجلة الجنائية هو قانون تطور لقانون عام 48 اللي كان يعتبر أن التجاهل بمنافي الحياة يعتبر جنحة يعاقب عليها ب6 أشهر على الأقصى. فأبقى هذا القانون قائما وموجودا، والمرجع فيه إلى معيار المجتمع، ما الذي يعتبره المجتمع ماسا وما الذي لا يعتبره ماسا. في المجتمعات المتفتحة لا تعتبر القبلة أو العناق لا يعتبر ماسا، لأنه حياة خاصة مقبولة من المجتمع. احنا المجتمع تاعنا مازال مخضرم اليوم. تعرف اللي في بعض البوادي اليوم راجل باش لاغمه ومعرس وجايب الاولاد، وقت اللي يدخل عليه بوه ولده اللي في يده يطيحه يرميه في القاع. هالاختلال هذا ما بين القيم اللي موجودة في مجتمع واحد، بين شاب يقدم على تقبيل ولا يرى مانعا من ذلك والفتاة تقبل ذلك، وبين شاب لا يتحمل مسؤولية ما أنجبه في الحلال أمام والده، يورينا الخدمة الكبيرة اللي لازم نعملوها في المجتمع باش نجعلوا القيم قيم موحدة، ما تجعلناش نشعر باشمئزاز ولا نشعر باختلاف بين بادية ومدينة ومدينة أخرى. أنت مع البوس في الشارع ولا مع الموس في الشارع؟ أنا لا مع الموس ولا مع تطيح الزروس. وضع البلاد يحتاج منا وقفة هامة لإيقاف التيار متاع الحقد المتعصب، لأن اللي يهز يرمي غيره، يضرب غيره، يسب غيره، يشتم غيره، يقصي غيره، هو إنسان حاقد. وأسفي كل الأسف أن هذا استشرى في المجتمع إلى أن صعد إلى الطبقة السياسية. اليوم الطبقة السياسية في بعض البلاتوات تتبادل من التعنيف اللفظي والسباب والشتائم والاحتقار لبعضها، ما يجعلنا نتساءل ما هو مآل الشاب الصغير والفتاة الصغيرة في هالمجتمع هذا، وهم يتعلموا من كبارهم. ولذلك أنا نقول اليوم يلزم بالمجد نعملوا حملة مش متاع بوس، نعملوا حملة متاع حب، نعملوا الشعب التونسي يحب بعضه، مش بالبوس يحب بعضه، يحب بعضه بالقيم، باحترام الذات البشرية. احنا نحتاجه باش الشعب التونسي ما كرهش بعضه. وصلنا في وقت من الاوقات كنا خامدين مضروبين بالذل، نهار اللي تفتقنا ولينا نتكلم وحسينا ان رجال ونساء وقادرين باش نعبروا على ارائنا، ولينا نخبشوا في وجوه بعضنا. فانا في تصوري القيم الموحده في المجتمع مفقوده منا، وخاصه قيمه الرحمه والاخوه والقبول بالغير. يلزم نشعر باني انا لست الا واحدا من 10 ملايين. لن يوجد في المجتمع التونسي صورة مني، وأني إذا كان أرغب في أن الشعب التونسي كله ينبغي أن يكون صورة مني فقد أقصيت الجميع وأفنيت الجميع وقضيت على حق الجميع في الوجود. نعرف كل